بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واجر بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها وتقبل بها توبتنا واغفر بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها أفئدتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونهرنا وكل يوم القيامة على رؤوسنا واستقبل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينهم حتى تدخلنا مدخله وتهينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ونذره فمتعنا اللهم في الدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته
المفلحين وانفعنا بما انزلت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأرنا حبه الأسفار واسقنا بكسير الأنفاق ويسر عليها ضياء حرمك وحرمه من قبل أن تميتنا وأدم علينا إقامة بحرمك وحرمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلى أن نتوفى اللهم إنا نسترفع به إليك إذ هو أنجاه الشفاء إليك ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك ونتوسل به إليك إذ هو أطلق الرسالة إليك نشكو إليك يا ربي قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسل عن الطاعات وهجومنا على المخالفات فنعم المشتكى إليه أنت يا ربي بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى خيرك يا ربنا وإلى جلال رسولك صلى الله عليه وسلم لا تسب فلا تعنا وببابك نقف فلا تردنا وإياك نسأل فلا تحبنا اللهم أنت برعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا وأصلح أحوالنا واجعل طاعتك سراجنا وإلى خير مالنا وحقق بالزيادة أعمالنا واختم بالسعادة آجالنا هذا الله بين يديك وخالنا لا يخفى عليك أبدنا فتركنا ونهدنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك فاعف عنا يا خير مأمون وأكرم رسول إنك غفور رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب
العالمين